السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كوكيز ديال الشوفان. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو فيه نص كاس ديال السنيده، جوج كيسان ديال الشوفان، كاس ديال الدقيق الابيض، 3 المعالق كبار ديال الزبده، 3 المعالق كبار حتى 4 ديال الشوكولاط حبيبات ديال الكوكيز، معلقه صغيره ديال القرفه، شويه ديال الملحه، فاني، خماره حمراء وبيضه. على بركه الله. اول حاجه غادي ندير هو انني غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه ندير فيه البيضه، وغادي نضيف الزبده والسنيده ونبدا نضرب جيدا حتى تذوب ليا ديك الزبده، كنحس بها دابت ليا. بالنسبه لهاد الكوكيز راه اقتصادي وصحي في نفس الوقت بالنسبه للناس اللي عندهم المعي، اللي كيضروهم الصران ديالهم ما كيقدروش ياكلوا الحلوى العاديه، وهذا يقدروا يديروا هاد الكوكيز. هذا راه ما كيضرش وصحي بزاف. كيف ما كتشوفوا راه كنعرفوا الفوائد ديال الشوفان كثيره. صافي غنبقى على هاد الطريقه، على هاد نبقى نحرك جيدا حتى تتذوب ليا كيف ما قلت لكم ديك الزبده. نحاول نخدم مع بيدي، نحيد الضراب، نخدم مع بيدي باش تذوب ليا مزيان. صافي ملي نضيف القرفه مع الملحه، تقدروا تستغناو اللي ما كيعجبوش اللوغو ديال القرفه، تقدروا تستغناو عليه، غير الفاني كافي. ما ذكرتش لكم قبل في المقادير واحد المعلقه كبيره ديال العسل، غنضيفها حتى هي. صافي وغادي نضيف هاد الشوفان ديالي. غنولي نضيف دابا شويه بشويه الطحين ديالي اولا الدقيق الابيض، نهربلو بطبيعه الحال. ما نضيفش الكميه كلها حتى نشوف، نضيف غير بشويه بشويه. وغادي نضيف ديك الخماره الحمراء مع الفاني. وغادي نخلي داك الشوكولاط اخر حاجه.
باش ما يذوبش ليا بين يدي. صافي من بعد ما جمعتها، هذا هو القوام ديالها كيف ما تشوفوا معايا. صافي غادي نجيب واحد الطاوه اللي غندير فيها هاد البابي، وغادي نحاول انني نكورها ما بين يديا على هذا الشكل هذا، نكبرها واحد شويه. صافي مباشره من بعد ما كملت التخلاط ديالها، صافي كنولي نكور وكنحط في الطاوه ديالي، كنضغط واحد شويه بيديا. صافي غادي نكمل الكميه ديالي كلها، غادي ندخلها الفران، غنديرها على نار متوسطه. راه بالزربه كطيب ليا حيت راه ما فيهاش دقيق، فيها غير كاس، تقريبا من 15 دقيقه حتى نص ساعه تكون واجده.